السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ واهلا بيكم في قناتي اكلات من مطبخ نسمة الجالي. والنهاردة هنعمل وصفة سهلة جدا وجميلة جدا. هنعمل كاسات الكنافة بالكريم كراميل. تعالوا يلا نشوف احنا عملناها ازاي. نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول بسم الله. معانا كده ربع كيلو من الكنافة، انا قطعتهم صغير جدا، وهحط عليها معلقة كبيرة من السكر البودر، واقلبهم كده في بعض. وهحطهم بقى في قارب كبير شوية او صينية كبيرة شوية، واحط عليهم نص كوباية من السمنة السايحة، واقلبهم مع بعض. اخلي الكنافة كلها تتغلف بالسمنة. وانا مشغلة الفرن عندي على 200 درجة، هدخلها الفرن تاخد لون، وكل شوية اقلب فيها عشان تبقى واخدة كلها لون واحد. تعالوا ما نعمل بقى الكريم كراميل. عندي كده نص كيلو من اللبن، وكمان باكت كريم كراميل. هحط كده باكت البودر على النص كيلو اللبن، وهرفعه على النار. هقلبه كده الاول كويس على البارد، وارفعه بقى على النار. هفضل اقلب فيه تقليب مستمر لغاية ما يغلي. وكمان بعمل معاه الشربات ده انا هحطه على الكنافة. طبعا الشربات كوبايتين مية على كوباية عليهم كوبايتين سكر ونص عصرة ليمون. الكنافة جهزت معايا اهي، واحط عليها بقى السيرب بتاعنا او الشربات بتاعنا، وافضل اقلب فيه كده كويس. الكنافة بقى بحط عليها ليه الشربات؟ عشان لما احطها في الكاسات التقديم بتاعتي تبقى مضغوطة في الكاسات. انا مش عايزاها تبقى يعني محببة كده، ولما اجي احط عليها الكريم كراميل تطلع معايا على الوش. حطيت كمان عليها رشة فانيليا تديلها ريحة. وهبدأ بقى ان انا احطها في الكاسات عندي، وبصوا بضغط عليها كويس بظهر المعلقة. وكمان زيادة تأكيد ان تبقى معاكي متماسكة، دخليها نص ساعة في التلاجة. اهو تمام كده. انا بظبط معايا كده الكنافة وبسويها كويس. خلي الوش كده يعني مظبوط معايا. والكريم كراميل معايا جاهز. انا فضلت اقلب فيه تقليب مستمر لغاية ما غلي معايا، وقفلت على طول. بصوا وصفة في منتهى السهولة ومش هتاخد معاكي وقت خالص. هبدأ بقى ان انا اصب الكريم كراميل على الكنافة. وبصوا الكنافة ما قبتش معايا خالص، عشان انا سبتها شوية تبقى يعني ايه تمسك مع بعضها كده، عشان ما تطلعش وتقب معايا على وش الكريم كراميل. لو وصلتوا معايا يا جماعة هنا للفيديو، يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس، وكمان اضغطوا لايك. ويا ريت دعوة جميلة كده بالرحمة والمغفرة لأمي، كان حلمها ان انا افعل القناة. فيا ريت يعني ايه دعوة حلوة كده لأمي بالرحمة والمغفرة. الكريم كراميل عندي اهو تماسك. هبدأ بان انا احط بقى الصوص اللي هو الكراميل اللي هو السائل. تمام كده، انا بحطه كده واوزعه على الوش، وكده يكون معايا كاسات الكنافة بالكريم كراميل جهزت معايا. تعالوا بقى شوفوا الطبقات. يعني الكنافة مع الكريم كراميل واخدين تيست جامد قوي، تحفة يا جماعة. بصوا بقى، بصوا الطبقات بتاعت الكنافة بالكريم كراميل جميلة. قدميها بقى مع ضيوفك كده، في حد جالك في عزومة. احلى تحلية، وسهلة جدا وبسيطة. وكمان ممكن تنفع لمشروع لست بيت. ممكن تعملي في القوارب الفخار دي زي ما انا عملت كده، تبقى جميلة جدا.
ما تنسونيش بقى يا جماعة في اللايك والشير والاشتراك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.